أسعد الناس من يتمتع بعمله، من يعمل بحيوية ورغبة وفرح، من يعتبر عمله هواية يمارسها. إن كنت من هذا النوع فأنت إنسان ناجح. إذا كنت ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم فهذا يعرضك لحوادث السير غير المنتظرة إذا كنت تقود سيارة. يقول الطب يحظر على السائقين المصابين بارتفاع ضغط الدم قيادة السيارة بسرعة، بل عليهم أن يقودوا سيارتهم بكل هدوء تحسبا للحوادث المفاجئة والتي تطلب أعصابا قوية لتحمل سرعة الصدمة. حول معرض الفنان جورج شمعة كان هذا الحديث الذي أجرته سامية بخاري. افتتح أمس الفنان جورج شمعة معرضه في صالة العرض المعاصرة. بهذه المناسبة التقينا الأستاذ شمعة في حديث عن المعرض. طيب الفنان جورج شمعة عرض سنة 1969 وهلأ عم بيرجع يعمل معرض تاني من بعد توقف هالفترة من 69 لأواخر 74. ممكن تقيم لنا هالمعرض بالنسبة لمعرضك السابق؟ تقييم صعب، إنما بقدر أقول إنه الفترة كانت فترة بحث ودراسة، والمعرض الماضي كان معرض لوحات زيتية. اليوم انتقلت من اللوحات الزيتية إلى المنحوتات. نعم. صباح الخير. صباح الخير. عم فتش على السيد نصار. مش هوني مدموزيل. مش حضرتك السيد نصار؟ لا. لا؟ بالإذن هيدا الشاي. كنت مخمنة انه هيدا هو البيت اللي بالطابق الرابع بالشقة يلي على الشمال. هيدا الطابق الخامس شقة الشمال بتأسف. بس لا بالطابق الرابع موجود السيد نصار ولا حتى بالثالث. ما بعرف حدا بهالاسم بكل البنية. وغير هون؟ ولا غير هون. اسانسيركم معطل، اضطريت اطلع مشي. كنت بدي اسأل ناطور البناية بس ما كان موجود. يمكن كان لازم انطره شوي. ودرجكن انتيكا، إذا حطوا على شوي كنت تدركت. كنت جاي اشوف السيد نصار. يمكن تكوني غلطانة برقم البنية. فتشت بيوت الشارع. بكل البيوت؟ لا، كم بيت. ومأكدة انه الطابق الرابع شقة شمال؟ بدك الحقيقة ما بقى متأكدة من شي. عندك شوية شاي وحياتك؟ أنا عايش لوحدي وبعمل فنجان على القد. بعطيكي فنجان تفضلي. شكرا. صار لازم عجل. بترجيك خد راحتك. شفت بيبك مفتوح، فت. كنت مخمنة انه دلوني غلط، انه السيد نصار ساكن بالخامس. على هالاساس انا طلعت. كان بيبك نص مفتوح وفت. كان بابي نص مفتوح؟ ايه والا كيف كنت فت؟ فتشتي بالدليل؟ في بهالاسم كتير بالدليل. كل الاسامي موجودة الا الاسم اللي عم فتش عليه. تشرب الشاي عبكرة من دون ما تاكل شي؟ عبكرة ما بحس بالجوع. ما عندك الا هالغرفة؟ نعم. هيدا الحمام؟ ايه نعم. تسمح لي انا بموت بالحمامات. حمامك حلو ولونه حلو كمان، بزوي. هيدا المطبخ هون بالاخر؟ المطبخ صغير قلة ما بستعمله. مطبخك صغير بس مرتب كتير ونظيف.
الهيئة ما عندك ضجة كثير. الجو هيدي كثير بالنسبة للطابق الخامس. عندك شمس بعد الظهر؟ بعد الساعة 4. اجري عم توجعني شوي. ما صار لي زمان اشتريتها. لما جربتها حسيت انه مش ظابطة، بس بما انه الموديل عجبني وما في قياس اكبر اشتريتها. هلا حاسة بشوية وجع بس الحق علي. بتأسف يا مدموزيل، عندي مواعيد تأخرت مضطر روح. كل الناس متأخرة اليوم وانا اول وحدة. بأكد لك اني مضطر روح. ليه انت بتشتغل؟ مستشار قانوني. ها مستشار امين. بشارع الخوري عند مكتب اشرابي. وماشي الحال؟ في شوية جمود بهالايام. بس بالاجمال مش مبسوط؟ بيكون ناطور البناية رجع، فيك تسأليه إذا كان بيعرف السيد نصار أو إذا سمع شيء عنه. ايه ليش لا؟ وإذا بتحبي بينزل معك وبيحمل عنك الشنطة كمان. لا ما تعذب حالك. بزعجك لهون شوي؟ ألو نعم. أهلا. إيه تأخرت. 10 دقايق بكون عندك. لك قل لهم مت، قل لهم تلفنت، قل لهم واصل. منير عندك شيء الليلة؟ ليلى وعدت تجيب صاحبتها معها. هيك ما بعرف. منشوف. ايه طيب جاي. بخاطرك. ما تتأخر كرمالي. فكرت منيح بموضوع السيد نصار. بطلت بدي اروح اشوفه. بظن انه هيك احلى. بس ليش كنت بدك تشوفيه؟ شي خاص. بزعجك هون شوي؟ هون؟ ايه؟ كنت بستقبلك بكلتي بتخاطري يا مدموزيل لو ما كنت رايح. ما بتفرق معي. يعني؟ ما بتفرق معي اذا رحت. بدك اتركك لوحدك هون هيك بكل بساطة؟ ما يكون عندك خوف على اغراضك. بوعدك ما رح اضل لك شيء. فيك تتكل علي. هيئتك مرتبة كثير. هيدا شيء بيعجبني. كانت معلمة المدرسة تقول دايما يلي بيعرف ينظم طبقته بكون بيعرف ينظم عواطفه. فيني ضل شوي؟ قديش يعني؟ تعبانة كثير. بتعرفي حدا بهالمنطقة؟ مش بهالحي، على كل حال ميرسي كثير. ببيروت ما بتعرفي حدا؟ ما بعرف بيروت منيح. طيب من وين جاي؟ اسمح لي. بس تظهر بسيبي لك تختك وبتلقح وبتمدد 5 دقايق، مش أكثر من هيك. إذا كان إلي جلد بقرا شوي وبعدين بفل. منيح هيك؟ حطي حالك محلي يا مدموزيل، معقولة تسمحي لشخص غريب يقعد ببيتك بغيابك؟ أنا ما عندي بيت. افترضي عندك شقة كنت تعمليها كنت بتقبلي؟ بظن لا عندك مصاري ولا عندك أغراض تميني. لا. طيب، لكن من شو بدك تخاف؟ حتى لو كنت بدي أسرقك. القضية غير هيك يا مدموزيل، أنت بدون شك شريفة وآدمية، بس مش معناتها لازم اتركك ببيتك. قلت لك ما تخاف على أغراضك، رح أتلقح شوي وارتاح. وشو عرفك إني شريفة؟ روحي على الأوتيل. بفزعني الأوتيلات، ما بنزل فيها أبداً. بعدين إذا كنت خايف إني آخذ لك شيء، سكر علي بالمفتاح، ولما بترجع على شيء بفتح لي الباب. ليش ناوية تضلي هون كل النهار؟ ما بعرف ليش عم تستهول فكرة إنه ضل وحدة عندك. كأنه لمجرد تبرم ظهرك رح أحرق لك وراءك وكنفش لك أغراضك. كأنه شقتك مقدسة عليها السلام، أو كأنه شي متحف. كنت بدي ارتاح كم دقيقة. في خادمة بتجي بتنظف البيت كل 3 أيام وبتهتم بالغسيل كمان. والمطبخ؟ معظم أوقاتي باكل بالمطعم. هالشي ما بضر لك معدتك؟ يعني ايه لا، بعدين القضية قضية عادي، بكتفي بصحن واحد لحم مشوي سمك. موت بالسمك وبالسفر، خصوصا بالتوتيا. توتيا؟ كل يلي بتلاقى بالبحر. انت رجل اعمال؟ نعم. غريب. كيف غريب يعني؟ انا بيي كان كاتب عدل. مات؟ لا، ليه بدك تموت؟ قلتي بيي كان كاتب عدل. ما مات بس ما عاد كاتب عنه. عفوا. ايه بعرف رح بعمل جيدي. ما فيك تهتم انت بالقضية؟ خلي مريض تعطيك الملف. انا وحدي. لا ما في حدا. 10 دقايق بكون عندك بخاطرك. في زبونات ناطرينا؟ في بيعة متجر مهم معمل بيرة. انا كنت مأخر حتى قبل ما تجي انت. انت مأخر من نومك؟ نعم. شو حلو الواحد يتأخر بالنوم. انا لما بغطس بنومي بنبسط كثير، ما بطلب اكثر من هيك. قضيت ليلتك وحدك؟ شو بخصك؟ ولا شيء، هيك عم بسأل. يا مدموزيل انا مخطوب. بتحبها؟ طبعا بحبها. شو اسمها؟ ليلى. هاي اللي كنت عم تحكي عنها على التليفون. شريكي بالمكتب بيكون خي خطيبتي. انا بحب الحشرية. عندي شغل الزبونات ناطرين. سبق وحكيت لي. طيب انا رايح يا مدموزيل. بالكيت ضل كم دقيقة، رح اتلقح شوي وارتاح. بشكر لطفك كثير يا استاذ. في خادمة بتيجي بتنظف البيت، خليها تشتغل مثل العادة. ولا يهمك، كل شيء رح يكون على التمام. بتحبي اسألك بطريقة ناطور البنية عن السيد نصار؟ لا ما تعذب حالك، ما في حاجة، رح انزل بعد شوي. يلا تسهل بقى، بكون صاحبك منير ناطرك وطلع دينه.
ليه بعد كام؟ مساء الخير. ضليتي هان كل النهار؟ ايه وما دهرتي ابدا؟ طبعا دهرت. عملت برمة صغيرة، اشتريت سويجير وجرايد وشوية أكل. اجوا تيصلحوا الشوفاج ودق التليفون أكثر من مرة، بالطبع ما جاوبت. والسيد نصار؟ ما في شي جديد عنه. فتشتي عنه؟ وشو ناوي تعملي؟ ما عندي مشاريع بالوقت الحاضر. اجت الخادمة نظفت البيت؟ ايه على بكرة. ما كأنه اجت. عفوا، رح رتب كل شي، مش بأكثر من 10 دقايق. ما تتضايق، ما في شي. أنا مستعجل كثير. كمان؟ شو هذا؟ هدول تيابي. معلقتين هون مبين. ايه حتى يملسوا شوي، بس إذا مضايقينك بشيلهم دغري. وتيابي وين؟ تعب الخزينة. اسمعيني منيح يا مدموزيل. تفضل. بدك ترجعي كل شيء لشنطتك، خدي منبهك وضبي جرايدك وبدك تكوني فالي من عندي بعد 5 دقايق. طيب. بتأسف ما عندي وقت كثير. قبل ما اروح بتريد اعمل لك شوية رز مع زبيب، اشتريت اكل كثير. خديهم معك. لا بترك لك اياهم، انا بالكيك باكل. اكيد ما عايز شيء؟ منك جوعان؟ رح بتعشى بالبلد مع خطيبتي وخيا. ناطريني تحت. انشغلت كثير اليوم، اتأخرت اليوم الصبح، بدي غير تيبي وفل بسرعة، ناطريني تحت. ماني طرشة. بتأسف يا مدموزيل ما فيني خليكي هون. طيب مثل ما بدك. إذا كنت مصر إنه روح، روح. نعم أنا مصر. على كل حال أنا بتشكرك. نمت 3 و4 ساعات وعيت مثل الحديد، بأحسن حالاتي. ضليت خصوصي حتى أشكرك. شقتك ريحة وعجبتني كثير. دافية كثير وهادي كثير. الإنسان ما بيقدر محل إلا بعد ما يضل في بنتي. عم بتطبق إرادك؟ تعرف لك شقة للأجار؟ هلا بهالوقت؟ وين بدك إياني روح؟ ما عندك أصحاب قرايب؟ ما عندي حدا. ليك جرب تفهم، ساعدني. عم فتش على شقة صغيرة، ما ضروري تكون كبيرة، بس تكون ريحة هالنوع. وبدي إياها بآخر طابق، وكل ما كانت أعلى كل ما كانت أعلى. ما شايف شيء. طلع اشتريت جرايد وقريت كل الإعلانات، أخذت معي ساعات. ما تفتكر عندي نية سيئة. فليت لقوي 100 سطر سطر وما لقيت شي بيناسبني. الشقة المنيحة غالية كتير. تصور في شقة ب1000 ليرة بالشهر. هيدا مش سبب تضلي هون. طيب لو كنت محلي شو كنت تعمل؟ أنا كنت رحت على الأوتيل. بفضل نام على الرصيف ولا نام بالأوتيل؟ روحي نامي محل ما بدك بس مش عندي. بعدني عم بحكي معك على رواق وبالمنيح، بطلب منك بكل صراحة تتفضلي تروحي. هلا بهالدقيقة؟ نعم هلا بهالدقيقة. اسمعي، اليوم عشية ظاهر مع معك. خطيبتك وخيا منير. وبدنا نتعشى بالمطعم. بعرف. بعدين بدون شك بدنا نروح ناخذ كاس بشي محل. ايه. يمكن بعدين اسمعيني منيح، يمكن نرقص ويمكن نرجع لهون مع خطيبتي وخيا ومنا لايقة إذا رجعنا الليلة نلاقيكي هون. شو المانع؟ بشرح له القضية، بخبرها كيف فت لهون، وإنه عم فتش على السيد نصار، وإنه اسمعي، على فكرة شو اسمك؟ مش مهم اسمي. بنصحك ما تتغابي أكثر ما أنت غبية. أنا ماني غبية، فهمت كثير منيح. بدك على الأرجح ترجع مع مرة، إذا بتشوفني هون بتفل، مزبوط؟ هالمرة خطيبتي وبعد شهر رح بتكون زوجتي. بتشارط إنه ما رح تلاقيني هون؟ لا. شو بتشارط؟ لا. أنا أكيد ما رح تلاقيني هون. رح أتخبى. ما في محل هون للتخبية. شو بتشارط؟ ما رح شارطك عشان معك 5 دقايق حتى تفلي من هون. طيب فيني ضل على القليل 3 و4 ساعات بما إنه لا ما رح تضلي ولا دقيقة. يلا ضبي شنطتك بسرعة وكملي. سامعة؟ عم بعيطولي. برجع بقول لك اني مأخر بسببك مرتين بذات النهار، لشو؟ لاني عملت خدمة معك، لاني بستقبل مين ما كان. طيب الوقت اللي بدكم تتعشوا فيه وترقصوا برا. رح روح. ما بدي انزع لك سهرتك ابدا. بس فيك تعطيني ربع ساعة تضب اغراضي؟ لا، اصحابي ناطريني تحت. ما رح انزل من هون الا معك. يلا، ما في احملك بقى، بطيلي هالرباط من هون. سكري شنطتك بسرعة، معك مهلة 3 دقايق حتى تفلي. دق مهلك. اوعي تنزلي معي، ما ناقص الا يشوفونا نازلين سوا. خطيبتك ليلى وخيا منير؟ نعم. سيارة دغري قدام البيت؟ دغري. شي مزعج. مزعج كثير. في حل بمنتهى البساطة. شو هو؟ انزل انت بالاول وبنزل وراك بعد شوي. لا، رح تنزلي انت بالاول وبنزل انا وراكي بعد شوي. عزوقة. بس كانت اسهل القضية لو تعطيني ربع ساعة. يا عمي شو بدي اعمل حتى خليك تفلي من هون؟ بعيط للجيران لنطول البناية تجيب الشرطة. عمهلك ما تفقد اعصابك وتزعل. الزعل ببشعك، تكبر 10 سنين. طيب رح روح، بس فيني اسوي شنطتي واخدها؟ عجب.
طلبت منك تعجلي. عم بعجل قد ما فيي. كذابة. عبكره عملتني سراقه وهلا عم تعملني كذابه. برايك انه هيدا شي منيح؟ رح اقول لك كل الحقيقه. انا مره مش مستعجله ابدا. هي كل القضيه. بعمل الاشياء على مهلي وانا هيك على طول. شو بعمل لك؟ مش الحق علي، ربيت هيك. انا بطبيعتي بطيئه وبفكر باللي عم بعمله. هلا بتكون خطيبتك زعلت. لو كنت محلك كنت بنزل روقها ولا تنطرني شوي. حتى ترجعي حضرتك من جديد تعلقي ثيابك بالخزان وتتمددي انت وجرايدك، مش هيك؟ بتحبها؟ رح نتجوز بعد شهر. مش هذا اللي بقصده. بقصد بتحبها عن جد؟ اسكتي ما تجربي هي ما رح تزبط معك بقى. صاحبك منير اي نوع من الرجال؟ كيف يعني اي نوع؟ شغله ايه دمي؟ عنده ضمير؟ كثير منيح. شاطر؟ دبر حاله. او لك بيعرف اذا في شي للاجار؟ ما بعرف. فيك تساله هلا لما بتشوفه؟ اذا تذكرت. طيب انا بضل هون بنطر منك تليفون. لا مش رح تبقي هون، يلا وقفي بسرعه. ضيعت فستان الازرق. شفت الفستان الازرق؟ حطيتيه بالشنطه. طيب ما بتعرف حدا في يستقبلني؟ حدا من قرايبينك من اصحابك يكون عنده اوضه فاضيه؟ ما بعرف حدا. شفت انه ما بتحب تعمل لي خدمه؟ ما عندك حس الضيافه. انت متوتر، قاسي، اناني بدون احساس. خلصتي؟ ايه او لا؟ بدي اشوف على القليله محل روحي عليه. روحي محل ما ردك. ما تنقل غرابه، انا بعرف كيف بدي يصير مشاكلي، لك تجوز كرنيكتي وسخنت لك. اي وجعتني. اسمك عمر. اسكتي. مين عم يحكي ليلى؟ اسكتي. يلا فلي برا دغري باللحظه. كيف بدي اروح بهالثياب بتطلع فيني؟ لك اسكتي. الو. لا ما اشبنا شيء. من وين عم تلفني؟ من الصغلاد على الارض بدك اياني اروح؟ لك اسكتي. لا هلا بدي اروح دغري؟ ولك اسكتي. نازل نازل يا روحي. بدك تدفعي ثمن هالشيء، بشرفي بدك تدفعي الثمن. من مصلحتك هلا انك تفلي وبحذرك اذا بشوفك مره ثانيه. رايح. نازل نازل يا روحي. هيدا انت. قديه الساعة؟ 8:30. شو مبين قضيت الليلة برا؟ جيت الساعة 1:30 لقيتك مسكر الباب من جوا. مزبوط انا اللي سكرته. متوخزني معودة دايما سكر على حالي قبل ما انام. ان شاء الله نمت منيح امبارح. يعني لا بأس. بس اخذت رفيق. اخذت حبة منوم خفيف. بتصير معي دايما لما بغير نومتي وبعدين بتعود. وانت؟ رحت على الاوتيل وما قدرت نام دقيقتين على بعض. بين عليك مصفر. طلع النهار. ايه طلع نهار. عادة النسوان بيناموا كتير وهيدا شي بنكرزني. بعلمك بكونوا عم يبكوا فجأة بتلاقيهم غفيوا. بترجيك تعذرني عن امبارح عشية. ما تهتمي ما في شي. زعلان مني شي؟ لا لا. صدقني امبارح عشية لما كنت بدك تشحطني ما عرفت وين بدي اروح، وهالشي خوفني وضايقني. طبعا اخذت فكرة سيئة عني. ما تواخذني بس بخاف بالليل امشي وحدي بالشوارع. على كل حال ما رح يقدر، رح فل قبل الظهر. خدي وقتك. شكرا. ما عندك شغل اليوم؟ عندي شغل كل يوم من عدا السبت بعد الظهر والاحد. عندي اول موعد الساعة 9:30. راح اتأخر مثل امبارح. هذا الشيء بيغير كل نمط حياتي. على القليل لازم نساوي حالي شوي، اخذ فنجان شاي وغير ثيابي. مقضي حياتك بتغيير الثياب. معك حق. ليه فضيتي ثيابك وعلقتيهم هون؟ ايه. عظيم. ما كنت فيني خليهم مفشكلين كل الليل بالشنطة. اكيد لا.
شو عملت امبارح عشية؟ تعشيت عشاء خفيف، ما كنت جوعانة كثير. بعدين تفرجت على التلفزيون، كان في ابو ملحم مش بهمني، وحضرت نص فيلم امريكاني كان مقبول. فلفشت الجرايد، رتبت اغراضي، غسلت، فرشيت اسناني، وغيرت محل الزريعة، هون احسن. كثير منيح. سألت شريكك إذا بيعرف شي للأجار؟ سي كيف بدك ياني روح إذا ما كان بيساعدني بشي؟ شو اسمك؟ قولي لي شو اسمك؟ ما بدي أقول لك. ما فيني ضل احكي معك اذا ما عرفت شو اسمك. طيب ما بقى تحكي معي. رحت على الاوتيل وما قدرت نام دقيقتين على بعض. قمت وسقت السيارة بسرعة جنونية. ما فتشت على محل صفي. صفيت بين المسامير. كنت بين المسامير. كان بدي اعرف شو صار فيك. بتعرفي لو ما لقيتك هون ما كنت اثرت علي بشيء. بقصد ما كنت زعلت. بالطبع ما كنت زعلت. اسمي وردي، ما بحب هالاسم. وردي؟ هيدا اسمي، يا ريت ما قلت لك اياه، كنت اكيد انك رح تكرهه. كل الناس بيكرهوا هالاسم. مين بعد بسموا بنته وردي اليوم؟ مين فيك تقول لي؟ احيانا كثير الاهل ما بيفكروا. هيدا اسمي مش الحق علي. ما تزعلي. ما في شيء مهم. في شيء بحب اعرفه. دقيقة. قالوا نعم. هالقد صارت؟ الهيئة سيادتي وقفت. إلا لمدام سرور إني جاي. الليلة؟ ما بقدر أقول لك. ما بعرف. ما تنزع سهرتك كرمالي. اسكتي. سيارتي هونيك، طيب هلا جاي نحكي بالمكتب. خاطرك. ما تواخذيني. كل ما بحكي معك بعيط عليك. صارت عادي. الله بيعرف قديش انا متسامحه. قدرت تلاحظ هالشي، مرقت لك كل شيء. عم تمزحي. لا الحق علي، أنا الغبي، أنا الحاملك، أنا المتحملك. لا طبعا لا، والعكس تمام. فكر. اولا انا قاعده هون، وين بعد بتلاقي وحده تكون بالبيت اي ساعه اللي رجعت فيها؟ بعدين انا لا ابشع ولا اغبى من غيري، ومكرست لك الوقت. انا هون تحت صرفك، بقروش وبسليك وباخرك دايما عن شغلك، ولما ما بعود في شيء نحكيه بخليك تحكي عن حالك، وهيدا موضوع بهمك. مش عم بتقدرني الا بستحق. ليش لحقتيني؟ شو بدك مني ومينك انت؟ كل هالاسئله فرد مره برفض جاوب. بدي اعرف ورح بعرف. ما رح تعرف شيء ابدا. عندي اصحاب بالبوليس. انا ما عندي اصحاب بالبوليس. لازم روح. خليك. اذا بايد ما بتتساوى القضيه انا رايح. نقيت المره الوحيده اللي ما تخانقنا بينات فيها كثير حتى تروح. عايزه شيء؟ لا شكرا، ما تعذب حالك كرمالي. اذا كان عندك سهره الليله روح، انا فيني ضل لوحدي، ما بدي اضل لوحدي. نيالك بخاطرك. بدي شغله منك اذا فكرت فيها. شو؟ جرايد تضل فتش على شقة. طيب اشتغل منيح. ايه؟ مش رح تغير ثيابك؟ ما بقى عندي وقت. رح تجي بدك تنظف البيت؟ اليوم لا، بكره. بخاطرك. مع السلامه. رح رتب البيت شوي. كان بيي كاتب علي هونيك بالجبل، رجال قانون مثلك. خبرتك، اسمه ابو شقرة وانا بنت ابي شقرة. امي ماتت من 10 سنين. مرة بالصيف كان في حفلة بالضيعة، والتقيت بشاب
اسمه يا ربي نصار حميد. كان مصيف هوني. مشينا بالليل بعد حفلة الراس توصلنا حد النهر وقعدنا تحت الجوزة. جيت على بيروت تفتش على نصار اللي هرب تاني يوم. كفي. شو بدي كفي خلص؟ جيتي امبارح الصبح تفتشي على نصار. مش امبارح، هديك السنة. هون على هالعنوان؟ لا أبدا. ليش بيك بهالمكتب؟ من شين مرة تأمل. كان لازم تظهر مع خطيبتك، هالكتاب مزهقك. مش مزهقني، بس بما انه مش معود على القرايه عم يتعبني. أنا كل شي بيوقع تحت إيدي بقراه، كل شي مطبوع بذات الاهتمام. علمتها إعلانين. إعلان في شقة بكورنيش المزرعة بغرفتين ومطبخ ب400 ليرة بالشهر، وشقة بشارع فينيسيا 8 طابق 500 ليرة. رح روح شوفهم بكرة على بكرة. بس غالي كتير. هيدا السعر. معك مصاري؟ مش كتير. من وين؟ لما بيي كان رح يفلس بعت امي كل املاكها وقسمتهم بيني وبين خيي. كنت مخمن انه امك ميته. امي ماتت من الزعل. عن جد انت بتطلعي مصاري بتشتغلي؟ بحياتي ما عملت شغلي، ما بعرف اعمل شي. لا بعرف ركب زر، ولا بعرف اقلي بيضة، ولا بعرف ازرع وردة، ولا بعرف سوق سيارة، وبرفض اتعلم. انت ضد ان النسوان يشتغلوا؟ ايه، ورجال كمان. وين كان بيك يشتغل كاتب عادي؟ بحلم ببيتي يكون كله على الاوتوماتيك، يمشي حتى بلا تكبيس زرار. كباية المي تجي بمجرد ما افكر فيها، صفحات المجلات تقلب لوحدها، تيه بيجوا منهم لحالهم ويلبسوني. بس من قلة حظي وتعتيري انه بكره لازم البس وانزل واخد سيرفيس ودق على البواب واخد وقعد واحكي، في قلعان منه نهار بكره. ما تفكري ببكره. ما عم فكر الا فيه. يا ريت شقتي اوسع، معمولة يعيش فيها شخص واحد. فيني اعيش بشقتك بكل راحه حتى معك. انا ما باخد محل كبير، قلة ما بتحرك، بس بفهم انه ما فيك تخليني عندك. بفهم كتير منيح، شي طبيعي رح تتجوز بعد شهر. اي وقت بتنام عادة؟ ما عندي وقت محدد. بدي خبرك شغلة. كنت مقررة فل الليلة حتى قبل ما ترجع. شعرت انه صار لازم روح، وبالفعل بلشت بغراضي. بس لما شفتك راجع ومعك زهور وقرايدس عز علي روح، وقلت انه نلاقيه اضل بعد شوي. هلا تأخر الوقت، صارت على القليل الساعة 2:30، ما هيك؟ ما عاد تعرف شيء. بطلب منك إذن رسمي ضل عندك الليلة. ما كنت مفكر احطك على الباب، واذا كان وجودي بيزعجك فيني كفي الليله عند حدا من اصحابي او بالاوتيل. لو كنت مضايقني ما كنت ضليت ولا 5 دقايق. قليل بتطلع فيي بالوجه، كأن ما عارف شو بدك. بهاللحظه مش طالع عبالي اكثر من اني ضل محلنا انا قاعد بخفف الحكي قد ما في. معك حق، ليل أقصر من النهار وأقل خطر. مش نعساني؟ عطول نعساني إلا بالليل. احكي لي عن حالك. مني فهماني ليش بدك تعرف بأي طريقة إن كان شو اسمي ومن وين جاي وشو بيعملوا أهلي وإذا كنت بشتغل. لشو؟ شو بدك تعرف أكتر؟ أنا وحدي هيك ما بكفيك؟ طيب عن شو بخبرك؟ عن أهلي؟ انا اللي حبيتي. اذا مش طالع عبالك تجاوبي. أنا ما قلت هيك. طيب تفضلي. شو ناطرة؟ عم فكر شو بدي خبرك. بس ما تبلشي تخترعي. كل يلي بقوله صحيح بما إني بقوله، واللي ما بتقوليه. يلي ما بقوله مش موجود. واللي حبيتي. اصبر شوي. اللي حبيته بعده منه داري. لو كان لازم اوصفك مثلا ما كنت قدرت. من المستحيل اني اعرف لون عيونك عن الغايب. بعدين بدي بطل اطرح عليك سؤالات. يا ريتني ما عرفت اسمك. جرب تنسى. يا ريتني ما عرفت لا اسم بيك ولا اسم اللي كنت عم بتدور عليه. ما بدي اعرف شيء بقى. طيب بالمختصر، جيتي لهون امبارح على بكره واسمك وردة. اكثر من هيك ما بعرف. بشوف شنطتك بتتسكر وبتنفتح وفساتينك بتروح وبتجي.
سمعتك عم تسألي عن شخص اسمه نصار، ومش عارف إذا كنت عم تفتشي عشيه بالإعلانات. بري عشيه كان طالع على بالي اشحتك، واليوم مش طالع على بالي شوفك فيلي. فينا ناخد شقة أكبر. أنا حابة كتير هيدي، بس هيدي صغيرة كتير. ما بياخد محل كبير. أنت قلتي بنفسك إنك شايفة هالشقة صغيرة. أنا قلت هيك؟ بعدهم حكايتك عن برنو بداينتي. لشو مسكي بهالشقة هالقد؟ الحقيقة كنت ساكنة فيها هون قبلي. لا بلا كنت ساكنة مع رجال تاني وكنت مأملة تشوفيه لما جيت امبارح. روق. مين هو نصار تبع الطابق الرابع؟ بتهيألي عرفت واحد بهالاسم كان ساكن هون قبلي، كان صاحب الملك القديم. خلص اسكت بقى، ما تبلش عن جديد. عفوا. ما تبلش عن جديد. بعتذر. خليك رايق أو بفل. لا طمني بوعدك، ما بعدت اسألك شيء. بس عم برجف. حاسس اني بدي اعمل خناقة معك وبدي عذري من الغيمة. وطالع عبالي سبك ومش مسترجي. عم قاوم بدي اهرب. بدك تهرب؟ طالع عبالي اكل اعمل دوش اسقس ورق انشغل اسمع اخبار. قلت ايه عم تفهمي؟ انشغل. ساعديني ما تضلي واقفة هيك تتفرجي علي. قولي لي شو لازم اعمل بحالي؟ أنا ماني معودة على هيك. قوموا ناموا سهرة خلصت، قوموا ناموا والسهر بيضر كتير وبيكلف مصاري كتير والمدل. وليلى مين ليلى؟ مراحب. وردي. وردي. كنت تحت، شفتك فايت عيطت لك. ما سمعت شيء. كنت راكد مثل المجنون. مراحب. عادة بهيك وقت بكون بالشغل، بس في عندي فرصة 5 دقايق بعد الغداء، قلت بمر عليك شوي. شي حلو كتير منك. امتى ظهرتي على بكرة؟ بعدك بنص ساعة. ما اجت اللي بتنظف. ما تلفنت؟ ما بعرف، ما كنت هون. ليه عادة بتلفن؟ وين كنت؟ بفتكر لقيت شقة. وين؟ ببناية جديدة بشارع تيمونسو، بتعرف وين؟ لا. شقة عظيمة مع سطيحة بالطابق ال11، غالية شوي بس روعة، فيها شمس طول النهار، مش بعيدة كتير من هون. وهيدا اللي كان بدك اياه؟ بالضبط. حتقعدي فيها؟ طبعا عجبتني كتير. على القريب؟ أقرب ما يمكن. خلص قررتي؟ عمليا، بس بعد في موافق صاحب الملك والأمضة شوية شكليات. بدك تتغدي؟ لا شكرا، غديت. الشاب اللي بيشتغل بمكتب الأجار عزمني، شاب لطيف. في مطعم بوجه البناية اللي بدي أسكن فيها. من بعد ما خلصنا وصلني وناطرني تحت. هلا؟ ايه. شو ناطر؟ جيت تاخذ الأوراق مشان الأمضة. ما تواخذني، لازم روح. ما كنت منتظرة الاقيك هون، لو كنت عارفة انك جاي كنت. الشقة كبيرة؟ ايه. أكبر من هون؟ أوسع، والمطبخ مطبخ حقيقي، مجهز أحسن تجهيز. البيت كله مفروش موكات والسطيحة بتاخد العقل، مليانة زهور متلية، الدنيا ريحة حلوة. بتطلع على البحر وعلى اليمين على الجبل. بدك تبقى تيجي وانبسط كتير فيك. أنت رايحة؟ ما بعرف، يمكن اليوم عشية. استعجلت. ما عندي أغراض كتير اخدها، بس شنطتي. على كتير بكرة. بس بكرة بدي اياك تجي تشوف السطيحة.
قديش رح تدفع بالشهر؟ ما بعرف قد ايه على المضبوط، غالي شوي، دفع كل 3 اشهر. مش مبسوطة هون؟ طبعا مبسوطة، وانت بتعرف هالشي. لو كانت شقتك ما عجبتني ما كنت ضليت فيها ولا 5 دقايق. بس اذا الواحد بفكر منيح بلاقي انه معك حق، انه مثل ما سبق وحكيت ضيقة على 2 حتى لو كانوا قليلين الحركة. ومن ناحية تانية رح يتجوز بعد شهر. أكيد. قلت لي اياها على جميع الموجات. مزبوط. لزقت عليك اكثر من اللازم، 3 ايام كتير. هلا رح روح ترتاح مني. عملك شوي قولي لي. شو بك ليه مستعجلة؟ في هيدا الشاب ناطرني. مستعجلة كتير؟ شو بتقصد؟ بتعرفي بعد كل الحسابات اتضح انه ما في عندي شيء كتير. الاغراض اللي بحس اني انا معلق فيها خفيفة كتير، كم غرض؟ شوية اوراق وتيبة، حتى كلهم شنطتين، شنطة وحدة بتساعهم. والباقي العفش والموبيليا بقدر صرفه او خليه هون. تروح لوين؟ لعندك. طبعا ببيعهم لانه باسمي وبنتصرف بالمصريات. اذا بدك بناخذ بيت بالجبل، حل ثاني. بنبيع وبنستاجر شقه مفروشه. بنشوف الانسب. صحيح انا بعد ما شفت شقتك جديده بس الهيئه عجبتني كثير. بدك تروح لعندي؟ ايه بتمنى. وبدك تطول؟ يعني ايه بدي طول. صدقني بعد ما نسيت شيء من كل اللي عملته معي، لا زهور ولا القرايدس، وانا ممنوتك كثير. بس بكل صراحه ماني فهمانه ليش بدك تيجي تسكن عندي. ان كان بدك تعمل لي زياره من وقت لوقت اهلا وسهلا قد ما بدك، يا 100 اهلا. بس انه تيجي تسكن عندي بتعرف شو يعني؟ قضيه طويله عريضه. انا من زمان طالع على بالي ضل وحدي، مستقلني. قديش حلو الواحد يلاقي حاله وحده عشيه هادي ورايق من بعد ما يفلوا كل الاصحاب بالمحل اللي اختاره اللي عملوا على ذوقه. ليه بدك ايانا نضايق بعضنا؟ عم تفهمني؟ واضح. ما بعرف كيف بدي اشرح لك، القضيه دقيقه. خلص فهمت كثير منيح. بعزمك على العشاء اذا بتساعدني على النقل. شو بتجي؟ بتكون اول واحد معزوم. يمكن. ما بعرف شو عندي الليل. بس انه تضل على طول هيدا شيء كثير. معك حق. بعتذر كمان مرة. ما ناقص الا نتجوز. فينا نتجوز. ترفضي؟ ايه برفض. انا ما خرج الزواج. ما إلي جلد على شيء، بتكون مصيبة عليك وعلي. ليك عمر، انت رجال عملي ما بتفرط ابدا بشغلك. بعدين رح نتعذب كثير بالبيت، بحس انا ما بفكر بشيء. بدي اروح ما تاخذني. سامع شو هالوقاحة عم بزمر لي؟ بدي اسكن معك؟ شو قصتك؟ هيدا وكيل المكتب. مش صحيح. خليني اظهر. ما بمنعك تروحي من هون، سامعة؟ لا تروح، بمنعك تروحي من هون. شو صار لك؟ ما تروحي. الو نعم. مش جاي بعد الظهر. مش فاضي. غرفة جميل؟ مش فارقة معي. اعطيني مدام جميل. اعطيني اياها. تعطيني اياها. ابي اعطيني اياها. مدام جميل بونجور. مش فارقة معي ورثتك، حلي عن ظهري. انا ما اجبني شيء كثير منيح. اعطيني منير اذا بتريدي. اعطيني منير. اعطيني اياه. منير؟ ايه قلت لها. انت كمان؟ لا مش جاي على بكره. كذبت عليك. انت ما شفت شقة، كله كان غلط، حتى انه ما فتشت، اخترعت لك كل شيء. ماني ناوي اروح من هون. ما تتعبي حالك. عم بقول لك الحقيقة. ما عاد تصدق بشيء. بحلف لك انه هلا عم بقول الحقيقة. لوين ظهرتي على بكره؟ اشتري سويقير تبع المكتب. مش موجود. والزمور عربية كنت مارقة. مش صحيح. عم بقول لك الحقيقة، البرهان اني بعدني هون. ما في حدا ناطرني على الطريق، والشقة والسطيحة العظيمة كمان مش موجودين، اخترعتهم. شو صار لك عيط وحركات؟ مش أنا بعيط لما بتظهر مع خطيبتك؟ هيدا شيء ثاني. أنت ما شفت حالك. يلا روح. ليه كيف بصدق بسرعة؟ أنا بصدق كل اللي بنقال. عم تجبرني أعمل حيل بكرهها. هلا لازم تروح وتريح أفكارك وتروح دغري على الشغل. مش رح تروح؟ لا. رح تضلي هون؟ إيه. كثير؟ كمان شوي، عشان ما تفقد أعصابك وإلا بفل. وزوجنا. مستحيل. شو المانع؟ أنا ما بدي. تزوجتي قبل؟ بارك لهالأسئلة، ما اتفقنا هيك؟ قلت لك ما بحب اتجوز. شو بدي بهالعلقة؟ كل البنات بيحلموا بالزواج. مش قريب. من وين جبت هالأفكار؟ يلا روح على الشغل. بكره. خليني عند النهار. ما تشحطيني.
خليني بعد الظهر وعشية معي. اخذ الاشياء كثير عن جد، ما عاد اعرف شو بدي اعمل. فيني ضل؟ هيدي شقتك ما فيني اشحطها، بس يمكن صار لازم انا فيه. انت خوتة. تعالي حبيبي هون. صرت عال. كل شيء صار واضح عندي من جديد. صعب اصدقك. رح اظهر بعد شوي. تعالي هون، حاسس اني كثير منيح. انا بعرفك مش رح تظهر. ما تخافي. تعال عدي. تعال. بشعر حالي ضعيفة قدامك. صدقني عملت جهود كبيرة تقدر كذبت عليك. توعدني انك بتروح دارة الشغل اذا بيجي لعندك؟ ما رح بوعدك بشيء. تعال. وهلا أأمرين. شو بدك يعني عم؟ روح على المكتب ولنه ساعة زمان. رجع مأخر كثير. كان عندي شغل كثير بتأسف. مساء الخير. مساء الخير. كنت ناطرتيني؟ كنت ناطرتك ايه، وشفت الوقت طويل كثير. قليل ما بتصير معي. هيدي آخر مرة، مش راعيد. ما تعتذر، بالنهاية شي طبيعي كثير إني أنطرك. أي ساعة بتسرب عادة؟ هيدي شنطتي هونيك؟ وين؟ هونيك. ايه، حطيت شنطة محل شنطة من شنطك. انت تنصحني اعمل هيك، بتذكر؟ بذكر منيح. كان لازم نلاقي محل. اذا كنا بدنا نعيش هون اثنيناتنا سوا ما لازم يضل في اغراض بلا لزوم. لهالسبب حطيت بالشنطة طقم من تقومتك العطار وشوية بيضات كمان. غريب كيف الرجال بيتعلقوا بكتابهم عتيقة. حطيتهم بالشنطة كلهم تقريبا مع صبابيط مفخوطة. كثير منيح. لازم تزتها هالشنطة. بزتها بكرة أو بعد بكرة. شو هذا؟ شو؟ هذا اجا السيد نصار اليوم بعد الظهر ونسي كبوته هون. كبوت حلو. بعده جديد؟ ايه، من أحسن ماركة. بس مش رايح لك كثير. لا؟ لا. بظن معك حق. عادة ما بعرف إذا كان الشيء برحلي أو ما برحلي. بس هيدا ايه؟ رح بيشلح. شي طبيعي. السيد نصار أكبر وأقوى منك. أبضاي. مبين. ضل على قليلة 3 ساعات. من بعد ما عدت متفل. حكينا اشياء كثيرة كان صار لي زمان ما شفته. ليش زتيته؟ تاكلي شيء؟ ليش زتيته؟ الكبوت؟ ايه؟ لأنه ما كان على قياسي. وافترض انه السيد نصار رجع تياخده؟ يرجع. هيدا شيء بيعنيكي إلك. بعدك قايلتي لي في نحن بحاجة لمحل. ما كان بدي اتخلص من هالكبوت العظيم والكبير. لو كنت بفكر منيح فيني زت اشياء كثير من الشباك. تقريبا كل شيء. ما في داعي للعجلة. عم بتسأل. بعدين مثل كنت مفكرة عطاني العنوان غلط. بس مش عن قصد. هيك قال لي على كل حال. مين؟ سيد نصار. غلط حقيقة بالعنوان. ليش ما بدي صدقه؟ لما عرف هالشي رجع. ضعفان وشايب أكثر من السنة الماضية. بعد في عنا أكل؟ جوعان؟ بعد في كل اللي اشتريته امبارح وأول امبارح. ناقص شوية شاي وبسكوت وشوية سكر. من بعد إذنك قدم فنجان شاي للسيد نصار اليوم بعد الظهر. هو عمله طبعا أنا ما بعرف. بس غسلت فنجان ورتبت. بهنيكي. اجا تياخدني. هذا اللي فهمته. هو حر هلا،
قصة طويلة، من القصص ما بيخلصوا أبدا، بيكونوا بالآخر كتير تافهين. كان تعبان وبارد نوعا ما بالنسبة لزمان. بناكل ومنروح على السينما او منروح على السينما وبعدين بناكل. هالشي ما بيهمك؟ اي شيء اللي عم بقوله كل اللي بتقوليه بيهمني. وليه ما عم تسمعني؟ عم بسمع. كفي. ما بتقول، تفضل اسكت. ولانه لمره مثل ما بتقول. ما بتقدري تهدي دقيقه بلا حكي. شو بتشارك؟ شفتي؟ شو؟ حكيت لي. ما كنا بلشنا. طيب ايمتى بنبلش؟ لما بسكت. عادة بدون ما ينطلب منك بتحكي، بتجيك الكلمات هيك بدون صعوبة، بس اليوم بصراحة ما بعرف شو صاير لك، ما عم تحكي كلمة مثل الخلق، كأنك عم تحكي وعم بتفكري بغير شيء. ايه عم فكر فيك. شفتي؟ ما هديتي دقيقة بلا حكي. والحق على مين؟ عم بتسائل امتى رح بلش اعرفك؟ شو عم بتقولي؟ بتعرفيني منيح، كنت صريح كثير معك وما خفيت عنك شيء. غريب انت، انا اللي ما بعرفك، ما بعرف شيء عنك، ما بعرف شيء بالمرة. انت بتستنطقني شي سهل، بتخليني احكي وانا ما بطلب غير هيك. تقعد تسمع بكل هدوء وتتفرج علي. بس انت مينك انت؟ لما ما تكون هون بقعد لحالي وبجرب قد ما فيي كون فكرة عنك من الاشياء اللي بتحبها. تغيرت كثير. وانا ما عارفة شو عم بيصير لي. عواطفي مبلبلة، ما بحب كون هيك. هيدا شي عابر. ما بظن. لا ما بظن. بتذكر قديش كنت مضطربة لما جيت لهون اول امبارح على بكره؟ مضطربة ايه؟ وضايعة بالمرة، بتذكر؟ ايه ويمكن اعترف انه كل شيء تغير. ما شايف؟ لانه ما بدك تشوف. بتأمني انه رح ارتاح هون قبل ما ارجع اروح. بدل هالشي ما بلاقي احسن من نروح اخترع قصص تافهة واشتري كبوت تحت راسك. بعرف كنت عم تضحك علي، ما عاد عندي قدرة ابدا. بقعد هون وبنطرك ولما بتتأخر شوي بنشغل بالي وبفكر فيك وما عم بقدر اعرفك ابدا. اكيد وردة مش عم تحكي عن جد. بلا عم بحكي عن جد. شو بعرف عنك فيك تقلي؟ انجأ بعرف شو بتشتغل، وبعدين واخرتها ما بعرف غير اسمك صغير، وهيدا كل شيء. ما بعرف حتى شو اسمك. اسمي نصار، عمر نصار. عندي كم فكرة لترتيب الشقة، بس يصير عندك وقت بشرح لك. مثل ما بدك. هيدي جاكيتك. شكرا. قديش ساعة؟ أنا بعرف. ساعتك مش معك؟ وقفت من يومين، عندك منبهك. صحيح. الساعة 9:15 رح تتأخر. لا. ما حلقت اليوم. لا. ما عندك مواعيد اليوم على بكرة؟ ورثة جميل تساوي؟ مش رايح على الشغل؟ لا. رح تضل هون؟ وبعد الظهر؟ كمان بعد الظهر. يعني رح تضل كل النهار هون؟ ايه. وشغلك ومكتبك؟ شو معناتها هالحركة؟ مش رح تضحك علي مرة تانية بهالقصة. ولا مرة ضحكت عليك؟ بلى.
بعد حصتي بالمكتب لمنير. كيف؟ حصتي بالمكتب بعتها لمنير. ايمتى؟ نهار الثلاثة بعد الظهر. ثلاثة بعد الظهر؟ ايه مشان هيك جيت مأخر، إجراءات الدفع. ليه ما خبرتني؟ حكينا عن غير شيء. انتهت الأشياء. البيع، الشراء، الورثات، الحصص، ومعهم مدام سرور، والتسجيل والشراكة وجداول الحسابات، كل شيء خلص. بعد حصتي لمنير ببلاش. انبسط كثير. شو رح تعمل؟ ايمتى؟ بقية الأيام. اشياء كثيرة. وهلا؟ هلا؟ ايه تبلش بدي سكر بالقفل. وبكره بدي اقفل الباب اكثر. انا كمان عندي كم فكره لتحسين الشقه. طالع عبالي تكون الشقه رايقه. رح بعمل بنصيحتك. وهيدا رح بعطيه لناطور البنيه. ما عدنا بحاجه لهالضجه. صرنا معزولين وبعاد عن كل شيء، وما هي الا البدايه. هلا لازم نخزن اكل ومشروبات لوقت غير محدد، ودخان ومجلات. مظبط الشقه حراره ستي. منعيش على الكهرباء. منسكر نهائيا البرادة. ما بقى بدي ضو نهار، ولا بدي هوا جديد، ولا بدي اعرف اذا كنا بالصيف او بالشتاء، بالليل او بالنهار. صارت الساعة أكثر من 9 بكرة. اسكتي. ليش ساكتي هيك؟ أنت قلت لي اسكت. هيدا مش سبب. بلا. قديشك مطيعة. عم تشكي؟ من شو بدي اشكي؟ امبارح عشية وانت مرتي امام الله وامام الناس. ولا بدك تشتغل؟ ابدا. بدك تضل هون على طول؟ مش هيك بدك؟ مش عارفني شو بدي. خليتيني اتاخر عدة مرات بزيت النهار. تذكر حكيتيني عني، عن حياتي، عن اهتماماتي. كنت تقولي لي اكثر الوقت بكره هالشغل، وما لازم الواحد يشتغل مهما كان السبب. مزبوط. صرت اقول معها حق، معها حق 100%. ساعتها قررت اني ما اقعد اشتغل. ما عاد عندي مواعيد. ما بقى رح اتاخر، لاني ما عاد رح اروح لمحل. رح اكون هون ليل نهار، كرس لك كل وقتي. اللي أنا؟ ايه. وليش؟ ليش؟ بتواخذني. قلتي لي امبارح او اول امبارح ما بعرف، انا بتصرفك. بدوري بقول لك انا بتصرفك يا وردي. اعملي فيي يلي بتريديه. عم بتلبكني. كنت مخمن انه رح تطيري من الفرح. خليني افكر شوي بالموضوع. بترجيكي خدي كل وقتك. مشان هيك انا ما قلت لك شيء لهلا. ما كنت مسترجي. كان لازم اتعود على الشيء اللي عملته. شفتك مندفع كثير فجأة. فعلا انا امبارح شفت حالي مندفع كثير. هلا ماشي الحال. ليك عمر، اليوم انجوز وتيج راسي، بس ما بعرف، فكرة انه تضل حدي على طول تقلقني. دايما حاضر، دايما هون، وإلي بس قولتك ضروري هالشي. يمكن تسرعت شوي. يمكن. مش عم بفهم. وهتكون مزحة. اي نوع من المزح؟ انه ما تكون بعد شي لمنير، مثل ما انا حرقصتك بقصة الشقة الوهمية عم ترد لي اياها. فهمت كل شي. بعد عن حقه حقيقي. مش مصدقتك. بحلف لك. هدول اشغالك، انا ما إلي دخل. المرة ما بيصير تتدخل بهالاشياء. شو بنعمل؟ ناخذ شوية شاي ما بدك؟ ليك تلفن هلا دغري لمنير، قل له انك بطلت تبيع، انه كنت مزحة، جرب، انه بتروح على الشغل بكره مثل العادة. فات الاوان. بيرفض؟ منير ما بعرف. انا برفض. ما تكون عنيد، بعدك صغير تضل بلا شغل. كان جدي دايما يقول هيك. لا يا عمر ضلوا جدك يشتغل لحد ما مات. شو كان يشتغل؟ ما بخصك. بكره العشية هون وليل ونهار، وكل بقية حياتك شو رح تعمل؟ حتسأليني؟ بعرف كان حق علي، أنا اللي خليتك تعمل هالشي. أخذت مطالبة كتير عن جد، أنا كنت عم بحكي هيك بدون ما أفكر.
بتعرف يا عمر، بس ما تكون هون كنت بشتاق لك كتير، اشتاق لك أكتر وأكتر، وكنت بنطرك بلهفة. بس ما بعرف، فكرة إنه تضل حدي على طول وما تروح لمحل صرت ما بقى فيني أتحملك. أنا رح فيك، رح أهرب بالرغم من كل احتياطاتك. بتشوف رح غافلك شي يوم بتكون تعبان مثلا ونايم أكتر من العادة، ولما بتوعى بكون فليت. شنطتك بترك لك إياها، فساتينة، منبه، جرايدي، بترك لك كل شي. الفيلم ما معي شي تقريبا، بس تفلي. بعد كل شيء ما رح شوف منير. رح روح. شو عم تعمل؟ رايح. رايح؟ ايه. على المكتب؟ لا. لكن لوين رايح؟ شايف المحل عاجبك، بترك لك اياه. انا رايح بسكن غير هون، وين ما كان هيني كتير منا مشكلة. انا ما بخاف من الاوتيلات. كيف؟ بس روح سكر عليك بالمفتاح، التليفون مقطوع وما رح يزعجك حدا، وانا ونازل بقول له للناطور ما يخلي حدا يطلع لهون. انا معي مفتاح، طل عليك من وقت لوقت. امتى؟ من وقت لوقت، مش رح طول. واذا ما رجعت؟ رح برجع، بوعدك اني برجع. واذا ما كنت هون بالصدفة؟ بظن رح بتكوني هون. واذا قررت فل؟ بظن مش رح تفلي. على كل الاحوال انت منيحه هلا هون، عديت مددي ارتاحي طوريني، عندك كل اللي بيلزمك. واذا اتصلت ليلى؟ ليلى ما بقى تتصل. اتفقي مع الخادمه اللي بتيجي تنظف، منيحه كتير ومش مزعجه. اسقي الزريعه من وقت لوقت. والبسينات؟ رح فل. ما في الا تياب عتيقة بالشنطة. مش رح افتحها، اخدها لزبطة مش اكتر. بخاطرك. هل تعلم لماذا الذهب من المعادن الثمينة؟ الفضل في ذلك للمرأة، فلولا المرأة لما كان للذهب هذا الشأن الكبير، لأن الرجل سعى منذ قديم الزمان وراء الكنوز الدفينة ليزين بها المرأة.